السلام عليكم. واليوم عندنا طريقة على زق الأفراخ للشوربة. الدخن اللي أنا أستخدمها ما أعرف، أكو ناس تزق دخن عادي. إحنا نسويها شوربة. الشوربة مثلا عندنا 10 أو مثل هذا اني 15 16 فرخ. الشوربة اللي نسويها هي الدخن مثلا عندي قياس ذني 16 فرخ. ايش قد تعتاد؟ مثل تعتاز بطل. البطل نقيس استكان واحد، ما استكان مال شاي دخن، نضربه بالخلاط، نضربه بالمقطع، ننخله اللي يطلع من المقطع، ندير عليه قلاصين ونص مي، العفو استكانين ونص مي، نخليه على بجدر صغير، نخليه على الطباخ، نفوره شلون الشوربه نظل نخوط بيه، يطلع عندنا هذا المحلول الجاهز. الشوربه الجاهزه. اثناء الزق قبل ما ازق قبل نص ساعه انا طلعت المحلول هذا، مثل تكفي عندي هسه ما يزق من كلهن، تكفي مثل عندي 7 افراخ او 8 على قدرهن. هسه المحلول ما خليته هنا. طبعا الصوبه هاي مشتغله نستخدمها من 15/10 الى حد 15/5. هذا المحلول هسه ذاك بارد بالثلاجه نضمه لان ترى بساعه يتعفن. هذا نطلع هاي الكميه للافراخ. طبعا لاني كلهن زق. يجي اسبوع عندنا مثل 15، يجي اسبوع يظل عندنا 3 4، يجي اسبوع يصير 20، يجي اسبوع يصير 50، يجي اسبوع يصير 100، يجي يعني لمدة 10 11 يوم 12 يوم. اصعب شيء عندنا هي الافراخ اللي تصير بالعمر. هسه مثل هسه هذا اليوم طلعنا مثلا، يعني هذا شلون نعلمه؟ شوف هو يخاف. اليوم زقيته وتعلم. هو ما يدور اكل هالقد، بس يدور جوع. اصعب شيء هو زق الافراخ اول يوم او يومين. فهذا الفرخ اول شيء نقيس له سيسي. شوف هو بس راح تخليه، هو راح يفتح حلقه. هذا نلزم بهالطريقه. ونصيحه لله من تي تفتح حلقه لا تنوش بيدك. فتحه الحلق هي تصير من ضمن السرنجه. شوف هسه نفتح حلقه من ضمن السرنجه، يعني ننزل بالسرنجه نفتح منقاره من جوا ونلزمه بيدينا. الزقه سيسي ونص. هذا هو. انتهت بعد شغلته انتهت. ترى زق الافراخ شقد عندك عدد هي ما تطول والله. اذا اقول دقائق. شوف من يبدي شو قد زقيته، من يبدي يلقط يتوحش. هسه هذا ماكو خلال دقائق احنا نزق من 10 الى هذا المتعلم ما لنا علاقه به. زق لا تخاف، يعني ما بيها مشكله. فهو بس يتعود. شوف على حلقه شلون يفتحها من منقاره سيسيا. يبدي يلقط اول حبايه ثاني حبايه يقطع عنا الزق، نجبره اكله وميه يمه. يظل عندنا حاضنات خاصه ثانيه نخلي بيها هذين الافراخ اللي ينقطع. تصدر تكمل بالحاضنه الثانيه وان شاء الله انه منشور خاص لهاي الشغله. نذبها عند المحميات تكمل. صار تاخير بالمنشور. اللي راح يسال الافراخ ذني ليش نزقهن؟ هذني افراخ المحميات وقسم من الخانات قليل، امهاته ما تزقه. عندنا جونا صارم. هذا الشيء نستخدمه لافراخ المحميه. كل محميه عندنا من 1/11 الى حد 1/4 ماكو عندنا فرخ يعيش بمحميه غلفناها او لا. لان عندنا الاعداد الحمد لله كلش يعني شو ما تقول هواي. فالافراخ اللي تطلع لازم نعزلها. والنصيحه لله اللي يريد يزق فرخ يزقه بصحه جيده، يعني مو لما ينعطش يوم يومين 3 ويسوفي الله يعزله، لا تعزله بدمه. مثل هسه هذا عزلناه اليوم هو بعده، بس لقيته يابس وجبته هو صح. هذا الحاضنه هذا ترتيبه 90 ب60 بارتفاع 70. الصوبه داخلها، الباب ينسد، مخزن هذا 1.5 ب1.5 باب إله اكل يمه. وهذا طريقه الزق. كل من يريد يتعلمها. وربي يحفظكم. وان شاء الله تاخرنا، بس اللي يراسلوني من بغداد او الجنوب هو الجو عندهم حار. اخرت شويه بالمنشور، ما اريد شلون ما تقول اتطرق على شيء بدون وقته. احنا شتينا من يوم 15/10. بس على راسي اهلنا بالجنوب وبغداد بعد الجو عندهم طيب، يعني منشور للتغليف المحميات كهيكل. ان شاء الله منا ان شاء الله الاسبوع او اقل احنا نبدي ننشر هذا الشيء. واتمنى الكل تستفاد من هاي الشغله. وتحياتي لكم.